أنتم إذا مع صدى الملاعب. لا تنسوا الجائزة الكبرى بالميدان. يا حميدان يوم الخميس وواحدة من 3 سيارات مرسيدس، أنتم بتنقوها، بس بعتوا لنا حرف ام مصطفى أو مرسيدس طبعا. حسب ما وصلنا من ماليزيا فإن راضي شنيش المدرب المنتخب العراقي قد يغير ما بين 4 ل 5 لاعبين من التشكيلة التي واجهت أستراليا اللي راح تواجه السعودية، وتبدو نزعة هجومية. عمار علي من دبي ورافق العقابي من ماليزيا. مهاجما على عكس مباراته الأولى فضل العراق أن يدخل لقاء التعويض عن الخسارة بزج مهدي كامل وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم، فيما عوض في الدفاع سامال سعيد بدلا من علي عدنان، وأزال المغترب علي عباس الذي لم يكن مؤثرا بمباراته الأولى. مباراتنا مع استراليا انتهت طبعا بسلبياتها بإيجابياتها. حاولنا قدر الإمكان أن نرفع من الجانب المعنوي بالنسبة للاعبين. أعتقد فريقنا إذا ما قدم مستواه الحقيقي كأفراد يستطيع أنه يكون نتقوي الفريق السعودي فريق جيد. حال الفرق الأخرى منافسة. أنا أعتقد المجموعة صعبة، لا يمكن أن يكون هناك فريق يكون صيد سهل. أتمنى طبعا أن فقط يكون حضور عند اللاعبين. إذا كان حضور عند اللاعبين حقيقة بجميع مواصفاته فريقنا إن شاء الله ما نخاف عليه. الجميع يعرف أن المباراة أمام المنتخب السعودي لها خصوصية، مباراة كبيرة جدا، منتخبين لهم تاريخ مشرف في سجل الكرة العربية والكرة الآسيوية. أعتقد أن يعني مثل هكذا مباراة يعني ليس دائما تخضع للمنطق، لكن فيما يخص المنتخب العراقي أعتقد أن المنتخب العراقي جاهز تماما لهذه المباراة ولديه القدرة على إن شاء الله على أن يكون في الموعد. اللاعبين يعني عازمين على تأكيد صورتهم ويعني يتملكهم هاجس التعويض بعد خسارة استراليا. مشكلة الانسجام التي أعاد وصقل بها كل من له شأن بكرة القدم فإنهم أجابونا عنها. الفترة اللي تواجد بها اللاعبين صارت أكثر، التدريبات اللي قام بها الجهاز الفني ربما من ناحية الانسجام صارت أكثر. بالنسبة للاعبين أكيد يعني اللي وصلونا قبل اليوم من استراليا كان صعب جدا أنه يتآلفون مع بعض، لكن هاي الأيام الثلاثة اللي دربناها إن شاء الله يكون التآلف أكثر، وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية أمام الفريق السعودي. بالتأكيد مباراة مهمة بالنسبة لي، لأن الفريق السعودي أعتقد مباراة تشكل أهمية خاصة لفريقنا، كون أنه المباراة الأولى ما كان التوفيق بجانبنا، لكن المسيرة طويلة والمسيرة يجب أن تصحح بعض الأخطاء في هذه المباراة. أعتقد فريقنا من الأهلية ومن القدرة ومن الإمكانية أن نصحح أخطائنا وأن نسير بالطريقة الصحيحة. يحتاج لنا طبعا كان الوقت، إن شاء الله بمرور الوقت بعد هذه المباراة وفي هذه المباراة إن شاء الله تكون الأوضاع أحسن وتكون النتائج أحسن إن شاء الله. صحافة العراق كانت أكثر واقعية برؤيتها للنتيجة. يعني المستويات متقاربة، ولهذا التكهن نتيجة المباراة صعبة. قد تكون النتيجة يعني أحد الفريقين 1-0، يعني مباراة صعبة جدا، أو التعادل. يعني لا أرى هناك أنه فريق من الفريق لديه مستوى أكبر من الثاني. شلون نشوف المنتخب السعودي؟ منتخب كبير، منتخب محترم، يعني من السيد الخليج يمكن قبل سنوات، من أفضل المنتخبات في قارة آسيا، لكن مثل ما قلت لك كنت تراجع المنتخب السعودي. ممكن المنتخب العراقي يستغل يعني عدم ظهور المنتخب السعودي في مستواه او صورته المعهوده بالسنوات السابقه. ممكن انه الفوز المهم اللي يجب يتحقق حتى تكون بدايه حقيقيه منتخبنا، ومثل ما قلت انا المنتخب السعودي يمكن اذا التعادل حقق يمكن يكون نتيجه ايجابيه. بصدى الملاعب عمار علي. طبعا راح نسال الدكتور جمال، لكن بدي اقرا لك دكتور باسم العبدلي عم بيقول: نحن متشائمون كثيرا من المنتخب العراقي الذي لا يمتلك اهداف بعد غياب السفاح يونس محمود، ولم يخلف بعده من يرث هذه التركه العظيمه. هي صحيح، يعني حقيقه احنا انا تكلمت سابقا، يعني جونا هدافين على مر 20 سنه واخرهم يونس. لحد الان احنا ما شفنا لاعب اخر مثل البقيه، يعني احمد راضي. بس انت تشارك دكتور باسم تشاؤمه؟ لا انا التشاؤم لا، لكن اقول هداف ما عندنا صح، لكن يبقى الفريق امكانيه كبيره جدا. يعني حال الفريقين نفس الحال بالضبط. يعني هناك بس ما في غير لاعب واحد نايف فزازي وغياب السهلاوي، وهون عندكم ولا حد بعد. لا ياسر قاسم لا موجود مهند عبد الرحيم، لاعب امكانيه، لاعب شاب جيد، لكن يراد اكثر يعني يلعب لا
يعني موجود هو. جاستن مرام لا. جاستن اني مو لاعب مهاجم الامام، يلعب يا اما خلف يا اما وينج، لكن ما اعرف كيف بده يلعبوا اللعبه اللي مضت يعني الامام، هو مو لاعب امام يعني، لكن يلعب خلف المهاجم اوكي، وينج يلعب كل زين. التغييرات اللي عملها راضي شنيشة والله انا اتصور يجب ان يغير، لانه المباراه السابقه حقيقه انا ما فهمت شنو واجبات اللاعبين، يعني اريد افتهم التشكيله والواجبات ما افتهمته، لكن وكان عندي راي بالموضوع، لكن هو الظاهر يعني هو عرف الاخطاء، وحتى بالتصريح ماله وكانه انه يقول راح اصحح الخطا، وكانه وبالفعل اذا التشكيله اللي خلاها الان عمار. الموجوده عمار، يعني اصور تشكيله هي تقريبا جيده، لكن مو اثنين مهاجمين. علاء راح يلعب خلف مهند، وبالتالي راح يلعبون 4-5-1. طيب ابو سلطان. والله شوف يا ابو كرم، يعني انا اتصور انه المنتخب يعني ما في قبل 4-5 ايام لعب مباراه، ما يملك القدره انه يغير تغيير جذري او تغيير كبير، يعني اذا بيغير من لاعبين الى 3 فقط، ف يعني ما هو وقت تجارب الان. لكن انا امس قلت لك انه المنتخب العراقي عنده اكثر من حلول، عنده اكثر من منتخب في وقت واحد، لكن تالي المدرب مسؤوليته انه كيف يولف بين الشباب والخبره. نعم. فانا اتوقع انه يكون في تغيير، لكن لن يتجاوز لاعبين 3 في مباراه بكره. اعطيني توقعاتك لنتيجه على السريع. لا يتغير رايي، 2-1 للعراق. للعراق؟ نعم. اكو شنو؟ انا تعادل اتصور، يعني 1-1 اتصور. العراقي بتوقع تعادل والسعودي بتوقع فوز العراق، ماشي. جيد والله جيد. ابو كرم ما راح اتكلم، ابو كرم إيه؟ ابو كرم ما راح اتوقع انا بالعاطفه وبالاماني، تبغى اتمنى 15-0 تفوز السعوديه. اذا تبغى الواقع انا اتكلم من معطيات، اتكلم مما اشوفه امامي من المباراه الماضيه، فانا هذا اللي اتكلم. اتمنى انه كلامي هذا يخالفون اللاعبين ويفوزون بكره، اقول مبروك لي وللبقيه، فانا ما اعترف بالعاطفه بالتحليل اطلاقا. عموما انت معنا بكره ان شاء الله، بنذكرك.